المخابرات الجزائرية. زيتوني رجلنا في الجبل. أحمد شوشان في شهادته شاهد من قلب الأحداث، منشورة على الإنترنت فقط. يديروا التحريات ويعرفوا كيف قتل. أما جمال زيتوني معروف. جمال زيتوني معروف ابن بئر خادم، تاجر، لا كان في المخابرات ولا شيء من ذلك. هذا الكلام يعني نقوله صراحة، حبة من حبة وكاره من كاره. اللي طلقوا فيه الدعاية هذه هم الجزارة، وإن احنا ما نقولوا لا جزارة ولا فلان، الكل الإخوة مسلمين، ولكن هم شكون؟ الجزارة، لأنه هو من أمر بتنفيذ القتل في محمد السعيد وعبد الرزاق رجام عليهم رحمة الله. انتقموا منه من الكلام هذا. الإنسان من المفروض كانوا يقولوا باللي هو اللي يقتل فلان وفلان، ما يزيدوش ما يكذبوش عليه. إذن هو اللي أمر على جل باش يتقتل محمد السعيد وعبد الرزاق رجام ربي يرحمهم. نعم، هو الذي أعطى الأوامر بقتل عبد الرزاق رجام ومحمد السعيد عليهم رحمة الله. ولهذا أطلق فيه هذا يعني الدعاية هذه، عاد يقولوا باللي مخابرات. من أول الأمر كيف يعني محمد السعيد وعبد الرزاق رجام بايعوه واعترفوا أمامه باللي كانوا على ضلال ولا على خطأ والعقيدة أشعرية وكذا. من بعد ولاو طلقوا فيه باللي كذا، باللي هو مخابرات. حنا كل ما يعني الإنسان كما يقال ذاك المثل، وأكرمكم الله، إذا أردت أن تقتل كلبك فاتهمه بالكلب. هذا هو المشكل. وبالنسبة لحسن حطاب، يا أخ حسن حطاب معروف. أنت قل لي بربك إنسان اللي يعني يكون 13 ولا 14 ولا 20 سنة وفي الجبال، يا هل ترى هذا مخابرات؟ العائلة نتاعو متشردة، وإن انزل وراه عند المخابرات درك راه في ثكنة عسكرية موجود في ثكنة عسكرية. هذا الله أعلم ما هو أمره. أما يعني اسمح، نعم، يعني نعود نرجع لك للوراء في قضية مثلا في قضية جمال زيتوني. يعني القيادات تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج كلهم بيعوه، نتحداهم واحد فرد كلهم بيعوه. ممكن تعطينا أسماء حتى باش يعرفوهم الشعب؟ كلهم اللي موجودين في الخارج كلهم، أبدأ من رابح الكبير تروح كلهم اللي موجودين في الخارج كلهم، ما كاش اللي ما بايعوه كلهم. اليوم اصبح مخابرات. علاش رجع اصبح مخابرات؟ لأنه اقتل محمد السعيد وعبد الرزاق رجام، هما اللي كانوا القيادات العليا نتاع كما يلقبون بالجزارة. هو علاش قتلهم؟ نعم، علاش قتلهم هو؟ يا أخي هذا كلام يطول. نعم. هذا كلام يطول حسب المعلومات اللي استقيناها من عند بعض الإخوة كانوا حاضرين، كانوا في عين المكان لما قتلوا. عندنا معلومات رسمية موثقة مكتوبة، عندنا إخوة مستعدين باش يشهدوا كيفاش قتلوا وعلاش قتلهم ووين دفنوهم. نعم.